السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. شهدت الجامعة الكبرى في الجزائر إضرابا شامل ومسيرة عارمة لطلبة الطب، ما أدى إلى شلل كامل في العديد من الكليات والمستشفيات الجامعية، في موقف يلخص وفق طلب سنوات من الاحتقان لدى أصحاب هذا التخصص، والذين يشعرون بتهميش بسبب ارتفاع معدلات البطالة وظروف الممارسة الصعبة. وجاء هذا الإضراب والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي بعد أسابيع من التحضير والتنسيق بين مختلف الفروع الجامعية، وهو بمثابة تصعيد الأزمة التي تعاني منها كلية الطب في الجزائر. ومن بين ما طالب طلبة الطب هو زيادة عدد المناصب في الطب العام ورقمنة توظيفيه ليصبح شفافا، بالإضافة إلى زيادة مناصب التخصص لكل عام والسعي لنيل الاعتماد في أقرب وقت، بالإضافة أيضا إلى توثيق الشهادات حتى يضمن الطلبة كرامتهم كأطباء أمام العالم، وتجميد الملحقات لأجل غير مسمى حتى تمتص البطالة كليا من القطاع، وإلحاق طلابها بالجامعات الأساسية لضمان جودة التكوين وإيقاف هذا الاستثمار الفاشل، والذي سينتهي بتكوين طبيب ذو كفاءة وخبرة قليلة ورفع منحة طبيب الداخل شهريا لكونه عماد المستشفيات الجزائرية، والتكفل بالمتربصين ورفع جودة التكوين في سنوات الطور العيادي.